يا ترى إيه هي التمارين اللي معظمنا بننسى نعملها؟ تمارين الوش، وفي الوش تمارين البُق وتمارين العينين. لو عاوزين نحاول إنه نقلل الخطوط اللي بتيجي عند الشفة، في تمرين هي كلها تمارين هيبقى شكلي بيضحّك، لو بصيتوا على نفسكم في المراية برضه هتضحكوا. هو البُق الواحد بيعمل تمرين كإنه بيضحك وبعدين بيفتح. فده تمارين للخدود بنعملها، يا إما بنحط صوابعنا عند الخطين دول وبنعمل كأننا بنلم قماشة ناحية الودان، فبنلم قماشة في نفس الوقت حركة الصوابع دي بتنشط الخلايا اللي في الوش. وكمان بنعمل كده ناحية الودان، يعني لازم بزاوية لفوق ناحية الودان. في تمرين تاني برضو بنعمل 7، بنبتدي عند الخط جنب المناخير ونروح عند الحواجب ونرسمهم. ده برضه عشان يرفع الحواجب عن العينين ويبقى المسافة دي بنعملها دايما تمرين. نفس الوقت لما بنحط برضه ممكن نحط كريمات تطري الجلد، بس نستخدم الصباع ده عشان مش قوي قوي، خصوصا في المنطقة اللي تحت العينين، ونعملها برضه من تحت العين والفوق، ونفس الحاجة في الجنبين دول، عشان دول اللي مع الوقت للأسف الجلد بيبتدي يتقل كده والمرونة بتاعته بتقل. في كمان حاجة فيها تمارين مختلفة، مثلا تمرين منهم عشان الواحد يعرف ينام كويس مفروض يبقى من بين الحواجب والواحد لفوق للراس كذا مرة. برضو بنحط كف عند الدقن عشان نشد الحتة دي، وبرضو ننشط الخلايا، وبالإيد التانية من تحت لغاية الودان، فكذا مرة بالإيد اليمين وبعدين بالإيد الشمال، فيبقى الناحيتين. وهتحسوا برضو كأنه ده تدليك للوش كويس. العينين مهمة قوي، عضلات العينين برضو، فالتمرين السهل قوي اللي هو نبص يمين شمال يمين شمال، تبص لفوق وتحت فوق وتحت كتير. لو انا مستنيه حاجه، يا اما في المطبخ يا اما عند الدكتور مستنيه او حاجه، دايما بحاول افكر نفسي اعمل تمارين العينين من جنب لجنب، من فوق لتحت، من غير ما احرك راسي، ودايره من اليمين ودايره من الشمال وخلاص.